إمبراطور السحر الشيطاني. هناك أسطورة متداولة: قارة الإمبراطور ووغن. كتاب الأسرار التسع الشياطين هو الأقوى شخص في القارة. كل معرفته وخبرته كتبها في النشر إمبراطور السحر التسعة. عبر التدريب باستعمال هذا الكتاب يمكنك الوصول إلى قمة السماوات وأعماق الأرض، وستكون كل الأقاليم العالم بين يديك. والآن هذا الكتاب بحوزة إمبراطور السحر المعلومات، وأصبحت هدفا لجميع الخبراء وممارسين فنون القتالية حول العالم. سيدي، هذا سيء. قتل حراس الجبل جميعا. زو تشينغ تلميذ إمبراطور السحر أخشى أن يحصل الأباطرة السبعة. لا تقلق، حتى الأباطرة السبعة ليسوا ندا لقوتي. من غير المتوقع أنهم استطاعوا هزيمة قواتي. لنذهب. سلم الكتاب يا إمبراطور. من الحشرات أتتجرؤون عليك؟ إنه قادم. لن نسمح لك بالهروب يا إمبراطور السحر زو يوفان. وصلت أخيرا يا الأباطرة السبعة. سنعفو عنك إن سلمتنا الكتاب الأسرار التسعة. إمبراطور السيف، أنا رئيس الأباطرة الثمانية. أستطيع هزيمتي، وحتى إن كنتم مجتمعين لماذا تبحثون عن موت؟ هل تعرف الموقف الذي أنت فيه؟ أنت عدو العالم المقدس أجمع. أتعتقد أن لا يوجد أحد أقوى منك؟ زو، ذلك الكتاب أثر تركه الإمبراطور الشيطاني باسم الأرض المقدسة. سيدي، هذا سيء. ذلك الشخص هو أقوى إمبراطور في الأرض والعالم المقدس أجمع. سأقتلكم جميعا حتى لو كنت أعتبر تكوين. استسلم فقط لموتك، إنه دورك. أنت الخائن سرب المعلومات عن كتاب الأسرار التسعة وقوات حماية الجبل. زو تشينغ، ربيتك وعلمتكم إن كنت طفلا. لماذا حتى لو كنت معلمي حقا لكنت شاركت كتاب أسرار التسعة ولم تستعمله لوحدك، حتى أنك منعتني عن الآن لن يمكنك الهرب. هل تتذكر أنك من علمني هذه التقنية؟ لا يهمني رأيك بي. زو تشينغ، ربيتك منذ كنت صغير طفلا، وقد كنت دائما قلقا ومحدود الفكر، لهذا لم تستطيع. جيد. سأدمر الآن الكتاب الأسرار التسعة مع جسدي كي لا يمكن لأي أحد آخر الحصول عليه. يريد تدمير نفسه. ما هذا؟ جسدي الآن. لم أتوقع أن أولد من جديد في جسد هذا الطفل. اغرب عن وجهي. زوفان، أرجوك من يقصد؟ لابد أنه شخص يعرف مالك هذا الجسد. رائع. قوته من الطبقة الثانية، يمكنني استفادة منها. سأستحوذ على قوة زوفان. أنت لست زوفان. من تكون؟ أنا إمبراطور السحر زاو يوفان. تقنية الأسرار التسعة، لمسة الامتصاص. في سجل الكتاب الأسرار التسعة تعتبر لمسة الامتصاص من أرقى التقنيات الشيطانية، والتي تأخذ روح وقوة شخص آخر وتحويلها لتجعلك أقوى، ولكن عليك العمل بجد لصقلها. لكن لا ترفضك الروح التي استحوذت عليك. عليك استحضار الطاقة قبل أن تمتص الصباح. لم أعتقد أن الامتصاص هذا القدر من الطاقة سيأخذ ليلة كاملة. إمبراطور السيف زاو تشينغ، انتظر فقط. سآتي قريبا لحصد أرواحكم. نهايتكم جميعا عندما أحول للأرض. هذا الجسد من الطبقة الصفر إلى الطبقة الخامسة. يبدو أن الأمر سيأخذ وقتا طويلا. شيء ما يحدث.
عائلة سو، أنتم خونة، لقد خدعتم لينغ. زعيم حرس العائلة ليو، بانغ تونغ لينغ، نصحتك بعدم التدخل هذه الشؤون لعدة سنوات. خادمة عائلة سونغ، سوان وانغ جيا هوي لونغ زانغ، مارسي فنون قتال الروحية الحامية لعائلة ليو. من نستسلم لك أبدا حتى لو لا تحاولي إيقافي. سأقتل هؤلاء الخونة. يبدو أن عائلة ليو في ورطة، وهم في مواجهة قطاع الطرق عائلة ليو. هذا الشعور ما علاقتي لي به بهذا العائلة. يفضل أن أخذ ماذا يحدث. هذا يؤلم. ماذا يحصل؟ هذا أثر السحر غير متوافق مع جسد. هل هذا الجسد غير مناسب للزراعة؟ نبضات القلب غير طبيعية. وظيفته طول تعمل أيضا. تنفسي مستقر. إذن ما كان هذا؟ أنا متأكد أن الألم اختفى بعد رؤية الآنسة ليو، على عكس عندما ابتعدت عنها بدأ صيد سحر القلب. من تعرض لهذا النوع من السحر كما لو تعرض للعنة من الصعب كسرها. ترغم أصحابها على اتباع قلوبهم وإن خالفوها. على جميع الذكريات هذا الطفل اللي أعرف من النوع السحر. والديك كثيرا من أجل عائلة ليو. لن نقوم بمعاملتك من معاملة سيئة. ستكون من هذه اللحظة من عائلة ليو. أنت عضو من عائلة ليو. لا تقترب عليه يا شيوفان. يا سيدي، لا زلت طفلا. لا زال جسدي ضعيفا لتصبح حارسا. مع أن الوقت مبكر عليك، إلا أني سأعلمك الأساسية. أيها المعلم بانغ، أيها العم بانغ، علمني القتال أيضا. أريد أن أصبح حارسا أيضا. سأعمل بجد لأصبح أقوى، لأستطيع حماية سيدي ليو وعائلتها. اقتلوهم جميعا ولا تدعوا أحدا يهرب. جاء قطاع الطرق. احموا السيد الشاب والسيد ليو. قتل أرباب العائلة. ليو سلموا الأداة بسرعة. ليو سلموا الأداة بسرعة. تحمل يا شيوفان. سيدتي أهرب مع السيد الشاب بسرعة. أكره نفسي بشدة. لم أستطع حماية عائلة ليو. يبدو أن الإصرار في حماية عائلة ليو وإرادته لحماية الآنسة ليو هما من ما يفعلانه سحر القلب. سحقا، لماذا وضع شروطا كهذه؟ هل ستكون عبدا لشخص آخر لبقية حياتي؟ الأفضل من هذا أنا إمبراطور السحر. كل الأرض المقدسة أنحني لخدمة فتاة وعائلتها. من هناك؟ أظهر نفسك. هل وصل الدعم لمساعدتنا؟ لا، مستحيل أن يصلوا بهذه السرعة. آنستي، فيما يتعلق بفنون القتال الروحية فلا ضير في تسليمك إياها. لا أريد منكم أن تخسري حياتك. ستكون ذلك خسارة كبيرة يا عائلة. ظننت أنك هي معجزة أنني لازلت على قيد الحياة. أضعف شخص من قطاع الطرق في الطبقة السادسة. هذا الذي يجرؤ على مقاطعتنا. ربما عبد عمل لعائلة ليو. سونغ وان جيا من لديه أكبر قدر من الحالية. ستكون هذه مبارزة. هذا الطفل غبي للغاية. إنه خائف ويتحدث بالهراء وقت إعطائه عقابا ملائما. نحن على المحك بالفعل. لما علينا الدفاع عنه؟ هذا كل ما أستطيع. لا تتحدث بالهراء. أغرب عن وجهي بسرعة. هذه السآنسة اللطيفة حقا. حتى في هذه المواقف تحاولون قادعا. وان جيا، هل لا تتركه يذهب؟ هذا مستحيل يا أنسة. سأقوم بقتله أولا ثم البقية إلى أن تستسلموا. حسنا، قم بالأمر. إنه في الطبقة السابعة. لدي فرصة واحدة. أنت ميت لا محال. ما هذا؟ ما الذي؟
ما الذي يحدث؟ على التفكير مما يجب علي فعله. هي هذه علي، هذا مزعج. لقد هرب بعيدا. ساعدوني، أسدوا الحقوا به. حسنا، أوقفوهم، لا تدعوهم يلحقوا بالآن. ذلك الشقي على تدمير خطتي، لن أدعه يفلت. فعلته هذه، سأحطم عظامه عندما أمسك. يعني أذهب؟ لا يمكن تركك، يجب أن نعود. زوفان، أنت كلب، اتركني واذهب أنا وأخي. يجب أن نعود، لا يمكننا ترك حارس عائلة ليو، يخسرون حياتهم من أجلنا. إذا أردت الرحيل فارحلي، لكن هل يمكن هزيمة قطاع الطرق وحدي؟ يبحث العدو عني هروبي لو أردت الموت. أيها العبد اللعين، كيف تجرؤ على التحدث بهذه الطريقة لسيدك؟ أسرع وانزلني، سنعود أنا وأختي لنهلك. أيها الفتى النين، هل تريد أن أصفعك على مؤخرتك الآن؟ كيف تجرؤ أن تبالغ كثيرا؟ لقد كان عقابا بسيطا فقط، هذا أفضل من موتي هذا السيد الصغير. على المناسبة، هل هناك مكان قريب للاختباء لنا؟ هناك بعض الحقول القريبة من هذا، لكن لا يوجد مكان للاختباء. هناك غابة ضبابية غرب جبل الرياح السوداء. لابد وأن قطاع الطرق يعرفون التضاريس هناك. لنذهب. أمسكي أخاك وانتبهي له. انتظر حتى أهرب من هذا الموقف فقط، سأعاقبك بشدة. هذه هي الغابة الضبابية. كان الضباب هنا منذ سنوات. من الصعب على الناس الدخول والخروج. أخبرني أبي أن الرئيس جبل الرياح السوداء قوي جدا، وهو ليس أسوأ من أبي، ولكن لعقود لم يقع الجانبين بأي شيء. لا أعلم لما هذا. هاجمنا قطاع الطرق. هذا المكان جيد جدا. سوف نأخذ السيد الصغير معك، سأقوم بتأخير قطاع الطرق. أرفض. ماذا؟ لست معتادا على هذه التضاريس، لن أستطيع حماية السيد الصغير. إن لم تقتل هذا الطفل مباشرة إن ابتعدت عني. إن ذهبت فهذا لا يختلف عن الموت. قدري حياتك التي أنقذها الآخرون بحياتك، لأن حياتك مهمة جدا. يجب أن ندمر عائلة سون وقطاع الطرق هنا. موافقان؟ أنت مجنون. تنوي هزمهم لوحدك فقط. لدى عائلة سون العديد من المحاربين تشي، ومعهم 4 مقاتلين أقوياء آخرين. أنت عبد كلب متوهم، لست ندا لهم حتى لو كنت مقاتلا محترفا. ماذا يمكنك أن تفعل في هذا الموقف كهذا؟ ماذا يمكن؟ القمامة ليسوا ندا لي فأنا، لكن يمكن الاعتماد علي الآن. وإن استسلما، لكن يمكنك الاعتماد علي الآن والاستسلام لهم. ما رأيك بالرهان معي بشأن هذا؟ بينما لديك فرصة، أعطيني حجر الأمل. عائلة ليو في يدي. هذا كنز عائلتي. إن كذبت علي لن أسامحك. اهدئي، انتظري هنا فقط. هذا العبد أصبح مغرورا جدا. أختي، يجب أن نعلمه درسا قاسيا. يون هاي، رغم أن هذا العبد لا يحترم، لكنه هو أفضل من الذين كانوا يشاهدونها بصمت. يجب أن نكون ممتنون له. لا أعلم من هو الآن. زوفان، دونغ تشينغ لونغ شيا هو زواكو من الجنوب، شيان يو من الشمال، كيرين في المنتصف. السماء غريبة وخيال. هذه المصفوفة قد قوية وطبيعية. من المؤسف أن الناس لا يعلمون بشأنها، ولكن المرة الثانية التي يأتي فيها سأحولها لجبل الكثاب. بوابات الأشباح 9. افتحي. الأرواح الشريرة والرباعية. فعيل. أخي، انظر لهذا. اختفى الضباب. ما الذي حدث؟ ما هذا؟ هل هذا من فعلك؟ اهدئي، لا داعي للمتفاجئ. دعيني سأعلمك التعويذة السحرية لكي تتمكن من قتلهم إن ظهروا أمام. طريقة لهزيمتهم. قيمة المصفوفة هي في العالم أكثر من المستوى الأول. هنا هي التقنية السرية لعائلة سونغ جيمينغ. المستوى الأول من المصفوفة يمتلك مئات الآلاف من لينغ غنزاي.
والتي لا كان مجرد عبد لكنه قام بمجموعة من المصفوفات بسهولة. زاو فان، كيف ستفعلها؟ لا تقلقي بشأن هذا الطلب، سألمسك الآن. انتظري فقط حتى سونغ جوانغ جيا، يبدو أنهم دخلوا على الغابة. سونغ جوانغ جيا، يجب أن تقتلني الآن وإلا سأقتلك وانتقم لقتال الذين قتلوا على يدك. لأن هي سيحقق اسمك أرباحا عندما أخذك كرهينة. إنهم مختبئون هناك ونحتاج إرشاداتك، لأن جبل الضباب ليس جورج. لأن هذا الطريق سأراك لاحقا أن تترك تلك الفتاة وحيدا بسبب طبيعتك الطيبة، طيبة قلبك. اللعنة عليك سونغ جوان جيا، لا يمكنك استعمال التهديد الآن. سونغ جوان جيا، إن زرت هناك شيء ما مختبئ، لقد قتل الرجل الكبير. مرحبا جميعا، لقد انتظرت هنا لفترة طويلة. زو فان، أنت شجاع جدا للوقوف ضدي. أمسكوه بسرعة واقتلوه. يا فلتمت زو فان. أصيب هذان الاثنان بالشلل الآن وهم الآن بين يدي. انتظر زو فان، هل ما قلته صحيح؟ هل أصيبا بالشلل حقا؟ سو جوان جيا، هل تريد القيام بصفقة؟ ما نوع هذه الصفقة؟ سأسلم هذين الاثنين لك بشرط أن تضمن لي مستقبلي. ماذا؟ لما عساك أن تخون عائلة ليو، ولما قمت بخيانة أيضا. أشعر بالفضول لا أحد يريد الهلاك لنفسه، والآن بما أن عائلة ليو هزمت لا يمكن إعادة بناء عائلة كاملة بقوة شخص واحد. استغلال حياتهم يضمن حياة أفضل لنفسي، هذا هو المنطق. لماذا سأضحي بنفسي؟ يوجد كلاهما عند نهاية هذا الحبل، ولكن تكون العديد من المنعطفات، وأنا الوحيد الذي يمكن العثور عليه. لتكون بأمان عليك الاستعمال الحبل الأحمر كإشارة. هذه فكرة عبقرية. علاوة على ذلك جعلت تتبعهم سهلا وضمنت طريق الخروج من الغابة الضبابية. مثير للاهتمام. أنا موافق. أتمنى أن لا تكون تكذب علي. لا تقلق، فأنا صادق. سأخبرك بهذا أمامك مباشرة. لا أثق بك أبدا. قد الطريق. زوفان، أنت عبد كلب وضيع تجرؤ على خيانة السيد الصغير. لقد وثقنا بك لكنك خدعتنا. وأنت يا سون جوان جيا أيها الوغد، حتى لو مت سألعنكم جميعا مدى الحياة. لماذا توقفت؟ هذا هو المكان. سون جوان جيا، لقد أحضرتكم إلى هذا الطريق خوان تشيون، إلى المكان الذي ستموتون فيه. أيها الوغد، فلتمت. ماذا؟ بسرعة اعثروا على طريق العودة. سوان جوان جيا، هذا سيء. قطع الحبل الأحمر، اختفى. بانغ جورج لين أيضا. اللعنة، ما الذي يحدث؟ اللعنة، كيف يجرؤ على خداعي؟ لا تحسب أن بإمكانك هذه الغابة الضبابية إيقافي. لن تتمكن من الحصول على فرصة لقتلي. ماذا حدث؟ أصبح لون الضوء. ابقوا متيقظين. انظروا من حولكم. أين هو؟ ما الذي يحدث؟ اختفى. ما هذا؟ ما كل هذا؟ هذه أليست مصفوفة سحرية؟ تم التحكم بهم والقضاء عليهم واحدا تلو الآخر، وقد تم إنقاذ بان جون لين أيضا. ماذا تفعلين تاليا؟ آنستي، خطوتي التالية هي مساعدتك. ماذا تفعل؟ لا تتحركي. حاكني. ابقي مركزة من فضلك. هذه قوة استثنائية. اقتلوهم. هذه الأشباح بحق الجحيم. ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ لماذا كل هذه؟ من أين أتت؟ ابن اللعينة. ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ وغد.
زوفان، أنت من أنت بالتحديد؟ اذهب إلى الجحيم واسأل حاكمه. زوفان، أنت بحق الجحيم. يعود الغبار إلى الغبار، تعود التربة إلى التربة، تعود الروح إلى الروح. أرواحكم تنتمي إلي، تعالوا إلي. أوه، هذه المصفوفة خارجة عن السيطرة. ما الذي يحدث؟ لماذا؟ بدع التحولات العظمية الحاسمة. المستوى السابع، المستوى الثامن، المستوى التاسع، ذروة عالم التأسيس. استهلكت القوة السحرية فالتي جلبتها تلك الأرواح تقريبا، ولكن كلما تمكنت من الاختراق بسرعة كلما زادت إنجازاتي بالمستقبل. جميع الطاقة. هذا الاختراق أفضل من الذي سبق، ولكن الطاقة التي تنتج نقاط الطاقة أفضل من هذا ب3 مرات على الأقل. يبدو أن القوة أصبحت مهيبة الآن، وقد اخترقت إلى هذا المستوى. يجب أن أتدرب أكثر على فنون القتال. زوفان، إلى أين ذهبت؟ لماذا خرجت عن السيطرة فجأة؟ اختفى الضباب. هي ربما بسبب وجود عدد قليل جدا من الأحجار الروحية، لهذا كانت التقنية معيبة وخارجة عن السيطرة. ذهبت توي لرؤية قطاع الطرق، هل ماتوا؟ لم يستطع أي منهم الهرب. أيها الوقت، لقد كنت متهورا، ولعل أعلم أنك كنت تحاول إغواء العدو. أخي زوفان، إن كنت تريد عقابي فلا مانع لدي، حتى لو كنت تريد رأسي فهو لك. هذا البانغ يعتبر عبدا مخلصا أيضا. لو كان لدي زاو تشينغ نصف علائه. هذا البانغ لم أكن لأصبح في هذا الوضع. السيد بانغ، أنت قائد الحرس، أنا مجرد خادم عندك. كيف أجرؤ على قبول هذا؟ وأيضا تمكنت من القضاء على قطاع الطرق بفضل المصفوفات السحرية الخاصة بالسيدة الشابة، وأنا متأكد أنها لا زالت بحاجتك. هل تعرف السيدة الشابة المصفوفة السحرية؟ سيدتي الشابة، هذا صحيح؟ هي. لقد بارك الإله بعائلة ليو. تعرف السيدة الشابة بشأن المصفوفات السحرية، وساعدنا زوفان أيضا. اليوم الذي تعود فيه عائلة ليو للقمة قريبة جدا. والآن بما أن مشكلة قطاع الطرق قد انتهت، هل لدي السيد الشاب أي خطط؟ في الأصل كنا نحمي السيد الشاب من وصية عائلة ليو لطلب أن تعلم بأن شأن هذا لدى السيد تاي عهد زواج بالسيدة الشابة. أوه، عائلة تاي من قلعة فينغ لينغ. عائلة تاي هي أكبر عائلة في القلعة، ولو أمكاني تقديم إخوات لهم، ربما لو مات ذلك الرجل الصغير سيمكنني أن أرتاح. أيضا لو أمكاني إبادة أشباح العقل عندما سأكون حرا. حسنا، لنذهب مع عائلة تاي طلب المساعدة. سأعود قريب. ألا توجد أخبار عن قطاع الطرق؟ نعم سيدي، أخبرنا الأشخاص الذين بلغوا الأخبار عن قطاع الطرق أنهم سينتهون قريبا. اخرج. هو سيدي، يمكنك الاطمئنان، ينتظرك صديق القديم في الجحيم عند عودة التنانين. سأرسلك لقاء 5 أيام. قلعة فينغ لينغ. يوان هاي، انظري. زوفان، اذكر أنك لم تأتي لقلعة فينغ لين من قبل. ما رأيك بها؟ هل هذا رائع؟ لا تخف عن القرية الصغيرة. ألم تصل عائلة تاي بعد؟ لا يمكن الذهاب لعائلة تاي مباشرة، لذلك سنذهب إلى عائلة يوان هاي. أول ما نأتي
بعدها ليأخذكم. لا مشكلة، يجب أن نعتمد عليهم. مزعج جدا. لو ذهبت إليهم مباشرة سيعتبرونني غير مهذب. يمكنك الذهاب لأخذ قسط من راحة. لا بأس، اذهبوا أولا يا رفاق. على أي حال لن يصلوا قريبا، سأتمشى قليلا. هاي أيها العبد، قلعة فينغلين هي أرض نسيبي. انتظر فقط، سأخبر أخي أن يؤدبك جيدا. يجب أن تجعل أخوك ينتظرك. سأقوم بتأديبك أولا. لما تتنمر على الطفل هذا؟ لأن أخوك الصغير بدأ أولا، لذلك سأنتظرك لتهدأ. إن كنت لا تزال تشعر بعدم الراحة معي، يمكنك عقابي. أخي زوفان، لا يهم ما يفعله، لا يزال صيدنا صغير. كيف يمكنهم تعامله هكذا؟ جوهرتك هذه ليست حقيقية، أليس كذلك؟ ما الذي تقصده بغير حقيقية؟ هذه جوهرة نقية، ستزيد قوتك بشكل كبير إن استعملتها بشكل صحيح. سيدتي، هل فهمتي؟ لا أعلم كثير بشأن الجواهر لأنك رأيتها، لذلك علي أعلم أن جوهرتك مزيفة. يمكنك معرفة أن الحقيقة كانت حقيقة، لذلك أعلم أن جوهرتك مزيفة. يمكنكم معرفة أن كانت حقيقية أم مزيفة من نظرة واحدة فقط. يا ناس، هل سمعتم بقصتك هذه من قبل؟ أنا أمتلك هذه القدرة بالفعل. لا يمكنك اذهبي، لا يمكن تفوه بالهراء أمامي يا طفلة. لا تزعجني في عملي. جوهرتكم مزيفة بالفعل. ها؟ لدي الدليل يثبت أن جوهرها مزيفة. بالفعل السيدة لديها عينان فريدتان من نوعهما. بالفعل، ولكن لم نكشف بالدليل. كيف للناس أن تقتنع؟ من أين أتيت؟ ما هو دليلك أن الجوهرة مزيفة؟ ما هو دليلك؟ يا طفل، لا تتفوه بالهراء. أنا لا أشتري إلا البضاعة الجيدة. الحقيقة لا يمكن أن تكون مزيفة، والمزيفة لا يمكن أن تكون حقيقة. سواء كانت حقيقة أم لا، سنعرف هذا عند معاينتها. هذا هو الكبريت الذي ساعد الناس في جمعها، وقد تم غليه. والآن سأضع الجوهرة فيه لنرى إن كانت حقيقية أم مزيفة. ها؟ مثلا بالذي يحدث هذا. لا تتفاجأ، في الواقع هذه جوهرة مزيفة، لذلك تفاعلت مع الكبريت سيتغير لونه. الآن تعلم أن هذه السيدة لا كيف اللعنة؟ هذه الجوهرة تستحق 13 روحية فقط. من ضربني؟ أعد مالنا، أعد مالنا. أنت تبيع بضاعة مزيفة، أعد مالنا محتال. انتظر ترى، لن أسامحك أبدا. سيدي، أنت حكيم جدا. أنا فقط عرفت أنها مزيفة، ولكن لم أمتلك دليلا على كلامي. شكرا جزيلا لك على مساعدتي. لا مشكلة سيدتي، لماذا تشتريها على الرغم من أن سعرها 3 أحجار فقط؟ لا، أنا فقط كنت أريد فضحها أمام الناس، فتلك الجوهر لا قيمة لها. يا لها من فتاة قوية، عيناها حادتان جدا. من الجيد أنها لا تمتلك الخبرة الكافية، وإلا بانج فلتذهب قبلي. بالمناسبة اقرضني 10 أرواح روحية، ماذا سأحتاجه؟ مرحبا يا طفل. سيدي، أخيرا وجدتني. كيف تجرؤ؟ أنت شجاع جدا يا رجل. أنا كنت أبحث عنك للقيام ببعض الأعمال. سأشتري جوهرتك المزيفة. سأعطيك 10 أحجار روحية. 10 أحجار؟ أنت تعلم أن هذه جوهرة مزيفة. لماذا تدفع 10 أحجار روحية لها؟ قبل لحظة تلك السيدة قالت أن الأحجار الروحية تساوي أكثر من 3 أحجار. رغم أنها مزيفة إلا أنها تبدو مثل الحقيقية تماما. ربما يمكن بيعها بسعر أعلى. فهمت، أنت تريد بيعها للناس لا يعرفون بشأنها. لست سيئا، لكن هل تعرف السعر الذي دفعته أنا؟ لقد خسرت ماء وجهي. وهل تعتقد أنني سأسامحك بهذه السهولة؟ كم تريد؟ أريد حياتك. سيدي، أريد حقا العمل معك. لم تتحدث كثيرا، لقد خسرت ماء وجهي بسببك. أعطيني الأحجار الروحية بسرعة، وبعدها ركعت لي 3. عندها سأجعل موتك أسرع. لا يمكننا التواصل. اتفاق إذن. اقتلوه. لا أحب القتل، لكن بعض الناس يريدون الموت.
بانغ احذر، لا أريد، لا تسمح لأي أحد بالدخول، أمرك. إنه حجر شيطاني كما توقعت. الدماء الروحية إنها أحجار نادرة تجمع أكثر من 1000 نوع من الدماء النقية، وتحتوي على جوهر الشمس والقمر. والين واليان إنها أداة غالية للسحرة ونادرة جدا. استنادا إلى الكتاب الأسرار التسعة، الدماء الروحية لا يمكن صقلها لتصبح دماء مقدسة. عند ظهورها ستمتص دماء الإنسان مدى حياته بكل قسوة، ويمكنها أن تنضج أيضا مع حاملها لتصبح دماء مقدسة. عندها حتى الأمراء والأباطرة لن يجرؤوا على تحدي حاملها. فقد لو كنت أملك الدماء المقدسة في حياتي السابقة لا شيء لأخسره. للأسف حتى الإمبراطور الشيطاني كاتب كتاب الأسرار التسعة لم يملك هذا الحظ. لو أراد أي شخص سقط الدماء المقدسة يجب عليه صب دماء عليها حتى تتحد الدماء المقدسة مع روحه. هذا سيء، لقد خسرت الكثير من الدماء. بدأت أشعر بالدوار. لدي فرصة واحدة للحصول على الدماء الروحية. لو استسلمت الآن لن أملك فرصة أخرى، بما أنني بدأت بالفعل لن أتوقع ما الذي يحدث. استمريت بهذا ستكون حياتي في خطر. هل يجب علي الاستسلام؟ ما الفائدة من الدماء الروحية إن مت؟ الإمبراطور السحري، استسلم حالا. أعطنا كتاب الأسرار التسعة وسنعفو عن حياتك. الأباطرة السبعة، أنا القديس. هنا الاسترداد كتاب الأسرار التسعة بالنيابة عن الأرض المقدسة. قديس، الشخص الشرير الذي يطمح هو في المال هو أنت. سيدي لا تلمني. خائن، كلكم يجب أن تموتون. لن أموت الآن بالتأكيد. من هو القديس ذاك؟ من أنا؟ أنا إمبراطور السحر زاو يفان. ما خسرته سأستعيده بالتأكيد. اخضعي لي. هذا لقد نجحت. بدأت التحويلات العظمية الحاسمة. الذي يحدث نجحت بالتأكيد. هذه هي الدماء المقدسة. على غير المتوقع يمكنني صنع الدماء الروحية بسهولة الآن. أنا أسيطر عليها. الآن يمكنني اختيار النوع الفنون القتال التي سأتدرب عليها. لما تأخرت؟ عائلة تاي أرسلت أناسا لإحضارنا. بانج، هل كنت تنتظر هنا ل10 أيام؟ نعم كنت هنا، لم يجرؤ أحد على إزعاجك. بانج، لقد عملت بجد. لا بأس، فنحن أخوة. فقط لا تجعل السيد والسيد الصغيران ينتظران أكثر لنذهب. إذن ألا تتساءل ماذا كنت أفعل في الداخل 10 أيام. إنه شأنك الخاص. إذا ما أردت الاطلاع لكن لكنت فعلت بسرعة. إنهم ينتظروننا. يثق بي ثقة عمياء. لم أقابل شخصا مثله عندما كنت أحد الأباطرة الأقوياء. المنزل جميل. لن أبالغ لو قلت أنه أجمل من منزلي في مدينة قلعة فينق لين. وقفوا، من أنتم؟ يتجرؤ على دخول ممتلكات عائلة تاي. قائد حرس عائلة ليو. هذا هو كبير الخدم عائلة ليو زو فان. سيدي وسيدتي الصغيرة ضيفان لدى عائلتكم. متى أصبحت كبير خدم عائلة ليو؟ عائلة تاي أرسلت خدمهم لإحضارنا قبل 8 أيام، وقد دعوك بكبير الخدم. ربما حصلت على ترقية. مبارك لك أخي. هي. أنا إمبراطور السحر. كيف يمكن أن أصبح كبير خدم عائلة صغيرة مثل عائلة ليو؟ لا، هم حارس عائلة تاي. ودودون جدا هم. كنت لا أزال أفكر في من تكونون، لكن تبين أنكم بعوض عائلة ليو. أيها المتسولان، ادخلا بسرعة. ما الذي قلته؟ لماذا توقفني؟ تصرفاتهم تدل على تصرفات أسيادهم. إذا عاملونا هكذا أنا أخشى أن ربما يمكن اعتماد عائلة تاي مجددا. كيف تجرؤ على معاملة سيدي وسيدتي الصغيرة هكذا؟
إنهم بغيضون للغاية، لا توجد لديهم أخلاق في معاملة الضيوف، ولكن إن عاملهم هكذا بسرعة لندخل. الصغير، سيدي الصغير بانج لي. سيدي الصغير، أنا آسف لتأخري. يا طفل، أين أختك؟ أختي وجدت رئيس عائلة تاي وترجته لمساعدتنا. تصرفاته كانت واضحة جدا لمن ترجتهم. يذهب. خذني لأختي. عائلة تاي تتجرون على إفساد خططي. شيوتين، لي يون شينغ، أخبرتك بوضوح. من الآن فصاعد أنا وأنت ليس بيننا علاقة. فتاة هي وفان الآن. إذا فهمت ابتعدي الآن. شيوتان لا يحتاجك، هو يحبني أنا فقط. شياوتين، أن لم أطلب منك أن تخطبني تلك السنة، فقط أن أتمنى أن تطلب من أبيك أن يحترم العلاقة بين العائلتين. أرجوك ساعد عائلة ليو. هذه ليست مشكلتي، فقط اذهبي وتحدثي مع والد جياو تين. أرجوك تذكر، نحن كنا أصدقاء طفولة، وهذه فتاة قذرة. شياو تشين، ابتعدي عنه من الآن وصاعد أنت أيضا ابتعد عنها، وإذا رأيتك مع هذه الفتاة مجددا لن أسامحك. ويو إير، لا تقلقي، أنت فقط في قلب الفتيات الآخرات أخريات، لا شيء بالنسبة لي. جيد. ماذا يجب أن أفعل؟ ماذا سيحل بعائلة ليو؟ من يستطيع مساعدتي؟ الجزء الماضي عندما عائلة تاي أهانت عائلة ليو، هنا يتدخل زوفان ويساعد عائلة ليو. لنبدأ بالجزء الجديد. أنتما كيف تهينان الآنسة ليو؟ أيها القذران، تجرؤون على إفساد خططي. أنا زوفان. من أنتم؟ هذا الطفل يبدو أنه في نفس عمري، ولكنه سريع جدا. نحن نعتبر أسياد وعباقرة من جيلنا. من هذا؟ هو صفعنا مرتين. كيف يمد يده هذا القطر؟ هل آذوك يا سيدتي؟ لا. ومع ذاكرتي إمبراطور السحر، رأيت العديد من الناس يعانون حول العالم، ليس أنها فتاة، ولكن أن تعرض نفسها للإهانة. ولكن هكذا تشعرني بالألم. هذا بالتأكيد لأنها سيد هذا الجسد. اللعنة. ربما علي مساعدة عائلة ليو. لنذهب. توقف. أنت صفعتني. أنت صفعتني. أن تريد الرحيل بهذا؟ هذا مستحيل. لي جيون تشين، هل تعتقد أنه بإمكانه المجيء وقت تريد والرحيل وقت تريد؟ ما أنت؟ ماذا تريدين؟ سهل، فلتركعوا لي جميعا، وبعدها ترجوني بترككم 3 مرات. بعدها سأسمح لكم بالرحيل. بالأخص أنت زوفا، أتتنمري على الناس كثيرا. ليون تشينغ، ألا تعلمين كيف تستغلين الفرصة؟ اليوم إن لم تركعي لا تتوقعي بالمغادرة. إن لم تركعي فلن نؤذيك أنت فقط، سنؤذي حتى أخاك الصغير وكل من حولك. لا تتنمري على الناس. اركعوا كلكم. ماذا تريد؟ إهانة الإمبراطور السحر هوتو. أنت مجددا الآن، حتى لو ركعتم لي 1000 مرة لن أسامحكم، لن أسمح لكم بالمغادرة. اصمتا أيها اللعينان. تريديني أن أركع؟ احلمي بذلك. وهنا يتدخل رئيس عائلة تاي. من يجرؤ على التسبب بالفوضى في منزلي؟ من أنتم؟ لماذا تفعلون الفوضى؟ أبي، أتيت في الوقت المناسب. سيد عائلة تاي. أبي، إنه هو من ضربني. متدرب من عائلة العظام الثقيلة. جميل، المعذرة. أنت هو كبير خدم عائلة زوفان. سمعت أن عائلة ليو لديها كبير خدم جديد، ولكن لم أتوقع أن يكون صغير السن. أيضا لديه هالة غامضة. في العادة لن أعبث مع أناس لا أعرف مستواهم الحقيقي، ولكنك أهنت ابني. سيد عائلة تاي، إنه أهاننا.
ألا تريد رد الصاع؟ لا تقلقي، أنا هنا يون شينغ. أنا كنت لطيفا جدا معك، وأخذتك أنت وأخيك تحت سقف منزلي، لكنك تجازيني بعدم احترام عائلتي والتسبب بالمشاكل. سيدة تاي، أنت رجل كبير لكن تتنمر على الصغار، على فتاة صغيرة. تحدث معي أنا، ولا تقل أنك ساعدت عائلة ليو. أفعالكم كلها بسبب كلمة الربح. لو لم تكن متأكدا لما ألغيت هذا الزواج. في هذه الحالة نحن لا نحتاج نكون محترمين معكم أيها العثالة. اليوم سأنتقم لعائلة ليو. كل شخص فيكم يجب أن يتحمل حركتين مني: موتكم أو نجاتكم. شيء يعود قوتكم. نتحمل حركتين منك؟ أنت في المستوى التاسع من عالم صقل العظام الثقيلة. أنت تريد قتلنا؟ عمي تاي، أرجوك لا تفعل هذا. حسنا، أنا أولا. خذ هذه. ما هذا؟ من أين كل هذه الطاقة؟ كيف يكون لهذا الطفل أن يكون عنده مثل هذه الطاقة الغريبة؟ أنت قد تكون محظوظا للنجاة، ولكن الآخرين ليسوا كذلك. ها ها ها. شخص في مستوى البيع يمكنه مقاومتي؟ أنت محظوظ جدا، ولكني أخشى أن الآخرين ليسوا بحظك. أنا لا أؤمن بالحظ، أنا أعتمد على القوة. ما هذا؟ كيف ضرني؟ أيضا انظر إلى ابنك زوفان. ماذا فعلت لابني؟ سيد تاي، أريد أن أخبرك أنني قادر على أخذ حياة ابنك في أي وقت أريده. حسنا، أنا أصدقك. توقف. لنذهب. سيد تاي، سأخبرك بكلمة. اليوم أنت تستهين بي، ولكنك لن تفعل في المستقبل القريب. انتظرني. عمي تاي، لماذا سمحت لهم بالرحيل؟ تركه يذهب هو إطلاق النمر المتوحش في الغابة. هذا سوفان إن لم يمت قريبا سيكون مشكلة كبيرة. عائلتك. عليك إيجاد خطة حالا. أنت خائف على حياة ابنك، لذلك لا تجرؤ على قتاله، صحيح؟ عائلة سون لا تخاف من أحد. على كل حال هو قام بصفعي، وسأرد له صاعين. سيدتي، هل تعرفين العائلة الملكية والعوائل السبعة؟ لماذا أنت تعلم بشأنهم؟ عائلة جلالة الملك. ما هذا؟ في السابق كنا من مدينة غوانغ، ولا علاقة لنا بهم، ولم أهتم. ولكن نحن في الخارج. إذا رأيناهم يجب علينا الابتعاد عنهم وتجنبهم كلهم، حتى كلابهم. سيدتي في السابق كانت مغرورة جدا، حتى لو كانت حزينة بسبب عائلة تاي. هي بالتأكيد لن تقول شيء كهذا، ولكنها الآن، سواء كانت عائلة ليو أو عائلة تاي، نحن لا شيء في الخارج سوى عائلات صغيرة. ولكن في إمبراطورية تيانجو هناك 7 عوائل قوية يمكن مقارنتها بالعوائل الملكية. يمتلكون الأراضي والسلطة والمال أكثر من كل العائلات الأخرى. إن عاديتهم، هذا يعني أن تعادي الإمبراطورية كلها. هذه هي العوائل السبعة الملكية السبعة. في هذا العالم هناك عوائل يمكنهم مجابهة العائلة المالكة. هي منطقة محظورة، لا يمكن لبقية العائلات الملكية لمسها. كل موجودة في السلطة يعلمون بشأن هذا. هل هذا الكلام ينطبق على عائلة سون؟ لماذا تسأل عن هذا؟ هذا صحيح أخي زوفان. لو كانت عائلة تنتمي إلى العائلات الملكية السبعة، الآنسة بالتأكيد لن تسمح لك بضربها. وهنا يذهب زوفان وعائلة ليو إلى العوائل السبعة الملكية. عائلة ليو، لم أسمع بهذا الاسم من قبل. سيدنا لا يقابل المزارعين. زوفان، سواء كنا جديرين بهذا أم لا، يجب أن تسأل سيدك على الأقل. ليس لك الحق بالرفض. هذا قلت؟
إذن هل هكذا تعامل الضيوف؟ لم أكن لأصدق هذا لو لم أراه بعيني. توقف سيدتي، هم قادمون لافتعال المشاكل. سمعت كل ما قلته الآن، لكنك مخطئ. الناس الذين يأتون لنا هم ضيوفنا، لا تعاملوهم بوقاحة. أمرك سيدتي. سيدي، التقينا مجددا. في الحقيقة أنا زوفان، مدبر منزل عائلة ليو، وعائلتي لديها بعض المشاكل. وسمعنا أن السيد شيان لونغ هو الأفضل مشرف حراسة في الإمبراطورية وو، لذلك أنا وسيدتي أتينا لبيع كنز. هذا لست مخطئة. هل هذه الصورة التي رسمها زوفان في الأمس؟ لماذا تدقق فيها كأنها كنز كبير؟ سيد زاو فان، بكم تبيعها لي؟ سيد لونغ، أنت صاحبة الخبرة، أخبرينا باقتراحك. 10,000 حجر روحي، ما رأيك؟ ماذا 10,000؟ سيد لونغ، هل عائلتك فقيرة ولا تقدر كنوزي جيدا؟ أنا لن أبيعها. سيد زاو، هذا مجرد اسم مبتدئ لمهارة من المستوى الأولى. 20,000 تكفي. أيضا المهارة مرسومة باليد وليست مطبوعة باليشم. 20,000 أنت سعر أكثر من كافي لها. سيد لونغ، صحيح أنني لا أقرأ لك كثيرا، لكن رجاء لا تكذبي علي. أعيديها لي بسرعة. لن أقبل بالخسارة، سأعطيك 30,000. سيدي لونغ، لا تزالي غير صادقة. اللعنة، هذه المهارة من المستوى الأول، في حركات لم أراها من قبل. لا أريد بيعها، عيدها لي بسرعة. سيد ليو، هذه التقنية لا تكفي أكثر من 30,000. بالإضافة إلى ذلك لا أحد في العالم يستطيع شرائها غير عائلتي. سيد ليو، أنت تقومين بالأعمال مع عائلة شيان لونغ. بالطبع ستكونين ضيفة شرف عندنا في المستقبل. ستكونين أبوابنا دائما مفتوحة لك. زوفان، لم لا؟ اصمتي. سيد لونغ، أنا مدبر منزل عائلة ليو، سأهتم بكل شيء. أسرعي وعيديها. للأسف سيد زوفان، سعرك عال جدا، لا يمكن تحقيقه لك، لكني سأضمن لك بشرف عائلتي أن هذه المهارة لن تجلب أكثر من 30,000. أنا آسف، كنت أعتقد أن السيدة تحاول خداعنا. سيد زوفان، على الرغم من أنك جيد، لكن لا تكن مغرورا جدا. رجاء أخبريني إن كان لديكم خبراء آخرون أم لا. حسنا، انتظر هنا. عين التنين 9 هو مدير أعمال كل جناح شيان نو في قلعة فينغلينغ، خبير خبراء عين التنين 9 كما هو متوقع من منزل شين لونغ. هذا الشخص هو الأقوى. أنت السيد ليو، صحيح؟ سيد جيو، هل أنت مدبر منزل الجديد لعائلة ليو؟ نعم. حسنا، لطالما السيد سون ليس هنا أنتم بأمان. سمعت أنك تشكك في دقة شياو كاي في تسعير بضاعتك. هذا صحيح. على الرغم من أن شياو كاي صغيرة، إلا أن لديها عينان جيدتان، لابد أن سعرها كان معقولا، صحيح؟ ولكن لو كنت لا تزال تملك بعض الشكوك، سأراها مباشرة. حسنا. ماذا؟ سيد جيو، كلامي كان صحيحا، أليس كذلك؟ هذه المهارة لا تكلف أكثر من 30,000. لا أصدق أن عائلة ليو لديها مثل هذه المهارات. أيها الفتى، ما رأيك ب1,800,000؟ ماذا؟ لا زال السعر ليس جيدا. لماذا لا تريد بيعها ب1,800,000؟ إن لم تدفع السعر المناسب لها، اعتبر هذه الصفقة ملغية. زوفان، أيها الفتى الصغير، أنا أريدها. سيد جيو، هذا الفعل سيؤثر على سمعة عائلتك. أيها الفتى الصغير، هل أنت خائف؟ عائلة شيان لونغ هي العائلة التجارية الوحيدة في العائلة الإمبراطورية 7. أنا فتى سيء ولست سوى مدبر منزل، ولكن أنت تراهن معي بشرفك. الآن أنا لست أنت الخائف. فتى جيد، بما أن عائلة ليو تملك شخص مثلك، لا شك من ارتفاعها لأعلى المناصب عاجلا أم آجلا.
يا فتى، أنا أعلم أنك أتيت لعائلتي اليوم لسبب آخر، ما هو؟ 10 ملايين. يمكنك أن تدفع لنا 1,000,000 أولا، والبقية سنأخذ على دفعات. ستكون مدين لنا. حسنا، أنا أقبل. عائلة شانغ لونغ مدينة لعائلة ليو. شاو كاي أعطيهم 1,000,000 حجر روحي، بعدها رافقيهم من الخارج بكل احترام. أمره عمي جيو، أليست مهارة من المستوى الأول؟ لماذا تدفع لهم هذا السعر الكبير؟ لم أرى شيئا بهذا السعر من قبل. شاو كاي، انظري جيدا. في هذا العالم ربما لا توجد إلا واحدة منها. مهارة التشكيل القديمة. كانت هذه المهارة ضائعة منذ زمن طويل، لكني لست مخطئا. لابد أن المهارة التشكيلية القديمة كنز لا قيمة له. 10 ملايين لا شيء بالنسبة له. ماذا؟ شياو كاي، اذهبي واطلبي من أقوى المحاربين حماية عائلة ليو. بالأمس أساءوا لعائلة سون، لماذا نحمي؟ ألم تسمعي ما قاله؟ نحن مدينون لهم. وهنا كان زوفان يتدرب، وفجأة مشكلة، نحن محاصرون من طرف جنود عائلة سون. قرروا الظهور أخيرا. لماذا لست قلقا؟ لأنني كنت في انتظارهم. اذهب واستدعي الجميع، إنهم مهوبون ويثيرون لدي الرغبة في القتال. أخرجوا عائلة ليو. ألم تتصرفوا بتعجرف بالأمس؟ لما أحظى سيد عائلة سون العديد من الناس للقائنا. أنت تعلمين بالفعل. نسيت ما فعلته بي في منزل عائلة تاي. اليوم سأدع عائلة سون تدمر عائلتكم ليو بالكامل. زوفان، لا داعي للزعل طالما زوفان معنا. سيد سون، عاشت عائلة في مدينة فينغلين لأكثر من 100 عام. ليس من السهل قتلنا. عائلة سون وصلت للمدينة قبل بضعة عقود. انتبهوا لكلماتكم. لي جيون تشينغ، ستدركين اليوم إن هذا الهراء من الماضي، وأنت الآن لا تساوين أي شيء هنا. السيد ليو، رجاء اعذريني وقاحة نسيبتي. أتينا اليوم من أجل خادمك فقط، لنسترد حق نسيبي منه. لا علاقة لك بالأمر. سأضمن سلامة عائلة ليو لطالما تسلمين لنا. يا أحمق، ألم أخبرك من قبل؟ اقتلهم جميعا. لما لا؟ بالإضافة لهذا، لو وافقت السيدة على تسليمه لنا بسلام، يمكن مساعدتك في استرجاع مجد عائلة ليو القديم. لا، زوفان هو خادم عائلة ليو، لذلك ليس. إن كان لديك مشكلة معه، هذا يعني أنك تملك مشكلة مع عائلة ليو كاملة. أنا سيد عائلة ليو. إذا لديك أي متطلبات أخرى أخبرني بها رجاء. أنصحك أن لا تستعجلين في اتخاذ القرار. أنا خادم منزل عائلة ليو. زوفان، هل تريد القتال معي؟ حقا أنت كما قالت نسيبتي مجرد كلب متعجرف. سنخسر سمعتنا إن لم نتعامل معك اليوم. يمكنك تجنبها. زوفان، هل أنت بخير؟ هذا مثير. ماذا؟ إنه سريع جدا. يد الحمم، هذا خطير، يجب عليك صدها. نسيبي، كن حذرا. أصيب عمي تاي رونغ بسبب هذه التقنيات. أيضا هذا مزعج. للأسف لا يمكن مواجهة شخص مهارة عالية كهذه. لو علمت بشأن هذا مسبقا لما تعاملت معه بنفس. يجب أن أقضي عليه بسرعة. أصبح الجو باردا. هذا خطير. ماذا؟ لقد أغلقت مساراتك. لن يمكنك القيام بأي حركة الآن. أخي، اقتله بسرعة. فنون قتال الدم الغامض. ماذا؟ قد أغلقت مساراتك. لماذا لا تزال يمكنك التحرك؟ لدى أخي زوفان العديد من المهارات المعجزات، لا شيء مستحيل بالنسبة له. بوم. زوفان، أنت ماذا حدث لك؟ للأسف لو كنت مثل مستواي لقتلتني معك، ولكن في الواقع أنت أضعف مني. حتى لو كنت جريحا الآن يمكن أن أخذ حياتك بالتأكيد. لا سيدي ليو، أنا لست قاسيا القلب لأقتلك. ابتعدي عني فلتمت. وفي الجزء القادم سنعرف هل زوفان سيموت أم سيعيش. في الحلقة القادمة سنعرف ماذا سيحدث، فلتتوقعوا أنتم ماذا سيحدث.